ايه اللي ممكن يحصل لشوية ابطال خارقين كل واحد فيهم شايف نفسه سوبرمان؟ المشكلة انك هتلاقيهم بدل ما بيحاربوا الشر بيحاربوا بعض على مين فيهم اللي هياخد اللقطة الأخيرة، ولاد الأوغاد. طب حلو أوي هذا الكلام والكلمات ده، انت تتابع معانا بقى وتشوف مين هيكسب في الآخر. بس الأول انزل ضحك المس على أخوك ويلا بينا. القصة بدأت لما اختفى واحد من عملاء جهاز المخابرات الأمريكي، واختفى وهو معاه معلومات مهمة وسرية جدا. وأكيد المذر فازر أمريكا مش هتسمح إن معلومات زي دي تقع في إيد العدو الأعظم، واللي هو بينا وبين بعض يعني ماما روسيا. فبيبعتوا وراه فرق قوات خاصة تخطفه وترجع بيه، وبيعملوا كده فعلا وبيرجعوا بيه مع شنطة الهاكرز دي واللي يبقى فيها كل المعلومات. ولحد هنا العملية كانت ماشية زي السكينة في الحلاوة. بس المشاكل بدأت تظهر لما كانوا خلاص هيوصلوا للعربية اللي هتنقلهم، وبوم بتنفجر لوحدها والدنيا بتتقلب بعدها، وبيعرفوا ان كده في جهة تانية عاوزة توصل للهدف زيهم. فبتؤمر روكسين قائدة الفريق نيك علشان يخرج من مخرج تاني للفندق ويروح لجسر على النهر هيكون في عربية تانية مستنياه. وبيخرجوا بيه فعلا للشارع هو والشنطة، لكن فجأة بيقع منهم واحد بسبب طلقة قناصة، وكانوا مش قادرين يحددوا مكانه بسبب المطر وضلمة الليل. وبيفضل يصطاد فيهم القناص واحد ورا التاني، لدرجة إن اللي بيوصلوا للجسر كانوا هم نيك والعميل بس. وبيتفاجئ هنا تاني نيك إن مفيش حد مستنيهم، وطخ بيقع هو كمان. وعلى ما بتوصل الأستاذة ريكسن بقى بتكون في عربية سودا وبتاخد الشنطة وبتخلع، وبكده باظت العملية على دماغهم يا معلم. نسيبنا احنا بقى من شوية الناس المقرفين دول ونروح لعمونا مايك، واللي كان بني آدم عادي جدا وحياته عبارة عن ملل، وبيشتغل عامل بناء على الله حكايته. ويوم النهاردة كان بدأ بدري في الشغل شوية، ما هو أصل يا حبة عيني كان مشغول في تصليح السباكة في شقة مدرسته بتاعت ثانوي، وتقريبا كده تعب وقرر يبات عندها. المهم بينزل يسلم على ابنها المقود ده وبيطلع على شغله، وبعدها بيروح يفسد دماغه شوية في البار وبيطلب كوباية عصير عناب فاخر. وعلى ما بيمسح الكوبايات بتكون وصلت روكسين، وبيستغرب مايك إنها قدامه، وبنعرف إنهم كانوا حبيبة فيما مضى بس الظروف فرقتهم. وبيفضلوا يفتكروا شوية ذكريات قديمة ما بينهم، وبعدين بيروحوا لمكان شاعري يقلب هو روميو وهي تتقمص دور جولييت ويقضوها حب ونحنحة، تقول له تعالى شبعك حب شبعك حنان. وإذ فجأة تغفلوا بنت حنان بمهدئ ويجي زميلها يشحنوه في كيس الأموات ده. وعلى ما بيرجع يفوق مايك بيلاقي نفسه في مكان غريب وهو مش فاهم هو فين. فبتيجي روكسن وتوضح إنهم نقلوه بالليل للندن بالشحن البري. فبيقول لها مايك انت بتقولي يا وليه شحن بري ايه ولندن ايه اللي بتحكي عنه، والساعه 6 مش فاضي الكلام الفاضي ده وراه شغل. وفعلا بينزل وهو فاكر انها بتكذب عليه. وعلى باب الفندق بيكون في شخص تاني مستنيه وبيعرف نفسه على انه توم رئيس روكسن في الشغل، وبيرمي له مفاتيح العربيه ويقول له سوق بينا لاقرب مطعم عشان نفطر يا ولا. وبعدين بيقول له ما تجرب تمشي كده عكس الطريق عشان نختبر مهارتك في السواقه. وبيسمع كلامهم مايك وهو مش فاهم ايه الفكره، بس على أي حال بيعرف يعدي من الاختبار وبيوريهم إنه محترف سواقة. وهنا بتقرر روكسن إنها تفتحه في الموضوع، تقول له بص يا عم مايك إحنا عملاء تابعين لجهاز المخابرات المركزية، ومن يومين كده كان عندنا مهمة لاسترجاع معلومات سرية، بس للأسف المهمة فشلت والمعلومات دي خطيرة جدا وتمس الأمن القومي يا ولا ركز في الكلام. فبيحاول يوضح مايك إنه يا جماعة أنا عامل بناء يعني كبير أشيل شكارة أسمنت، فأنتوا بتقولوا إيه بقى؟ بيرد عليه توم هنا ويقول له إن المعلومات دي مش بس بتهدد حياتهم هم، لأ كمان بتهدد معاهم حياة الملايين، وإنهم محتاجين واحد صفحته بيضة ونضيفة ومفيش عنده معلومات، وأكيد مفيش حد هيشك فيك إن أنت الشخص ده. وفي الآخر قرر يديله توم فرصة يفكر في كلامه، وقال له معاك يوم كامل يا تنقذ العالم يا ترجع لشكاير الأسمنت بتاعتك يا جرب. فبيسيبهم مايك وهو مش عارف يفكر، وبتلحقه على طول روكسين وبتحاول تقنعه بإنها يا ابني عملية واحدة وبيها هتكون بطل في عيون الملايين بدل ما انت عايش حياة مملة كده ما فيهاش أي إثارة. وفعلا الكلام ده بيأثر على مايك وبيرجع ويعرفهم إنه موافق، وده خلى روكسين تفرح جدا وتبدأ تدريباته على طول. وكان مستواه زي الزفت والزفت أحسن شوية، وده طبيعي مع الراجل طول عمره متعود يمسك شاكوش، فجأة قال له امسك مسدس ونشل على دماغيات. المهم بيعدي أسبوعين على تدريبات مايك لحد ما بقى جاهز للمهمة، وبيجي توم علشان يوضح دوره هيكون إيه، وبيقول له بص يا ابني إحنا لازم ندخل لمزاد هتتباع فيه المعلومات دي، بس علشان نعرف ندخل لازم ناخد الأول تذكرة، وانت بقى مهمتك يا بطل هتاخد شنطة ب5 مليون دول وتروح تجيب التذكرة وتيجي على طول.
وهم علشان يأمنوه بيكونوا محاوطين المكان كله ومراقبينه بالكاميرات. شوية وبيوصل واحد وبيطلب منه يمشي وراه لحد ما يوصلوا الكافيه، وبيدخل مايك ويلاقي تحت الترابيزة كان في موبايل بيرن، وبتقوله المتصلة إنه يتحرك للحمام ومعاه شنطة الفلوس. وبيجيله هناك شخص شبه الحيطة وبياخد الفلوس وبيمشي. فمايك قال له: يا كابتن، طب التذكرة؟ طيب يا عم، أنا بتقلب ولا إيه؟ ساعتها بتقول له المتصلة إن التذكرة كانت في إيدك طول الوقت وهي الموبايل يا مغفل. وعند روكسين كانت بتحاول تسبق الوقت علشان توصل لمايك لأنها حست إن في حاجة غريبة. وفي نفس اللحظة كان بيتواصل معاها مايك ويعرفها إن المهمة خلصت، وإن إيه بقى لازمتهم أسبوعين التدريب دول، هي مش طالبة فرادة. وملحقش يا عيني يخلص جملته ولقى إن في واحد واقف قدامه هيقتله، لكن روكسين كانت وصلت وبتلحقه وبتحاول تحمي مايك على ما يوصل باقي فريق الدعم. وبعدها بتقول له: اجري يا ولا وما تبصش وراه. فبيسمع كلامها مايك وبيهرب لمسرح أطفال، وبيرجع يخرج من الباب التاني ولسه بقى واقف بياخد نفسه وكده، لقى ظهرت له ست بس ايه، نينجا، وبتمسك مايك وهاتك ادعك. وأثناء ما هي بتدعك في عمنا مايك بيقع منه الموبايل في حوض مليان مية، وبتقوم ولا مؤاخذة في الكلمة يعني ترقب عليه وتفضل تخنقه علشان يموت. وفعلا مايك كان بيموت في الوقت ده ومش قادر يساعد نفسه، لحد ما بتوصل روكسين على آخر ثانية وبتبدأ خناقة ما بينهم كانت متكافئة لفترات طويلة، قبل ما بتخلص عليها روكسين وبمنتهى السهولة. كيف؟ أنا ما خبرش. المهم بتاخد عمنا مايك وبيهربوا، بس للأسف والتاني مرة تبوظ العملية بعد ما باظ الموبايل. ومايك كان قلقان في الوقت ده من إنهم يطلبوا منه يدفع ال5 مليون، فحاول إن هو يغلوش على الحوار: ولا يا جماعة اللي حصل ده ما كانش في الاتفاق، أنا اتضرب عليا نار يكفي الحرب العالمية التالتة، يا كفر يا أولاد المش نضيفة. فبيدخل صاحبه هنا على الخط ويحاول يواسيه، وقال له: ما تزعلش نفسك قوي كده يا عم مايك، انا برضه افتكر ان انا في اول عمليه اتطحنت ضرب، بس للامانه يعني هي ما وصلتش لواحده ست. وده هنا التجسيد الحرفي لكلمه طحن الخواطر. المهم ان عم الحاج الاقرع ده حاول يوضح اننا يا جماعه مخترقين وفي وسطنا جاسوس، بس توم بيعمل فيها ابو الشهامه وبيقول: يا جماعه انا بثق في كل الناس اللي بشتغل معاها، على اي حال ده مش وقته، لازم نلاقي حل وندخل للمزاد اللي بعد يومين. ساعتها بتظهر لمبة إشعارات عند روكسين وتقول لهم: أنا عندي فكرة، إنما إيه، جهنمية. هو إحنا ليه ما نسرقش تذكرة فريق تاني هيدخل المزاد وندخل بيها إحنا؟ وفعلا الفكرة بتعجبهم جدا ما عدا توم اللي حب إن هو يسرق الأضواء، وقال: أنا كنت هقول كده على فكرة. وبيختاروا إن الفريق اللي يسرق تذكرته هو الفريق الكوري، وده عشان رجالتهم ضعاف شوية وبيقدروا يخلصوا على كل اللي هناك، وبياخدوا الموبايل من واحد منهم. وبتقرر روكسين إن الموبايل يفضل معاها بدل ما يحصل له حاجة تاني، وبيخرجوا من البيت وهم فرحانين بنجاحهم. لكن فرحتهم لم تكتمل، لأن الخاين باعهم مرة كمان وبسببه ماتت زميلتهم في عربية المراقبة. وبعدها بينفجر مقر القيادة وبيموت في الانفجار ده ناس كتير جدا، وده السبب في إن روكسين كانت حزينة لفترة. بعدها بيقرروا يتجمعوا تاني مع توم في قاعدة سرية تحت المترو، وبيطلب توم من مايك وروكسين يجهزوا نفسهم علشان لما يحددوا مكان الشخص المسؤول عن المزاد يروحوا هم ويقبضوا عليه. وبيبدأ المزاد، وفي نفس الوقت كان بيحاول هذا الأقرع إنه يحدد مكانهم، وبتفضل تقل الدايرة مع الوقت لحد ما بيعرفوا مكانهم. وبتتقابل روكسين ومايك مع المسؤول عن المزاد واللي بنعرف إن اسمها كوين، وكانت لسه بتقول نسمع 600 مليون عند أبو نسمة. فبتقول لها روكسين: ولا 600 ولا 500، قومي يا بنتي معانا زي شاطرة كده علشان إيه توصلينا شنطة المعلومات وننجز القصة دي. وتحت تهديد السلاح بتاخدهم كوين لبيتها، وبتطلع الشنطة من أكثر الأماكن غير المتوقعة، باب تلاجة. أنا اتفاجئت. فبتاخد منها روكسين شنطة المعلومات وبتتأكد من إنها الشنطة المطلوبة، بس في الوقت ده الباب بيخبط، وبتتحرك روكسين بحذر هي ومايك على الباب. والصدمة لما بتفتح وتشوف إن اللي على الباب كان نيك، وهي مش فاهمة إيه شغل بقى الأشباح ده، أنت مش مت يا عمنا معانا في الأول ولا إيه؟ فبيوضح نيك إن الرصاصة جت في الواقي، وهو زيف موضوع موته علشان يتأكد إن في بينهم جاسوس وكان لازم يكشفه، والجاسوس ده بقى يبقى توم رئيس المنظمة. طبعا مايك ما كانش مصدق كلامه وسأله: أنت بتتكلم جد؟ وإيه اللي خلينا نثق في كلامك أصلا؟ فقال له نيك: وأنت شايف إنها ناقصة فلسفتك أنت كمان؟ الست دي هتصدقني لأنها مراتي. وهنا مايك اتصدم والتاني مرة، وحس إنه كان طول الفترة دي بيلعب دور كومبارس السقة في القصة. المهم إن نيك بيكمل كلامه لروكسين وقال لها: خدي انت شنطة المعلومات وامشي، ونتقابل بكرة الصبح على الجسر وأنا هتكفل بأمر هذه الكوين. وبيمشوا فعلا بعد ما أخدوا الشنطة، وبيحصل ما بينهم الاتنين خناقة بسيطة في الطريق، فبيسيبها مايك وبيمشي وهو تايه في أفكاره.
وبيرجعوا يتقابلوا في تاني يوم على الجسر، وبيمر الوقت من غير ما يوصل نيك. لا ده البجح بيتصل عليها ويعرفها انه مش جاي لانه لقى مشتري هيدفع اكتر في الشرق الاوسط، وعمل تركة بسيطة كده علشان يبعد الشبهات عنه لما وزع جزء من الارباح على حسابات اعضاء المنظمة علشان يتشك فيهم هم ويتقبض عليهم. وفعلا ثواني وبتحاصرهم قوات كتير وكانوا عاوزين يقبضوا عليهم، فبتهمس روكسن لمايك جاهز، وقبل ما يلحق يقول لي ايه نطت من على الجسر وهو كان وراها، وبيقدروا يخدعوا الشرطة اللي بتطارد السفينة في حين انهم كانوا لسه تحت الجسر. وبكده بقوا رسمي مطلوبين من الشرطة. فبيسألها مايك وهنعمل ايه دلوقتي يا ست الفلحوسة؟ فبتقول له عيب عليك، انت مش بتشتغل مع منظمة من الهواية ولا؟ انا اصلا كنت شاكة في الوغد ده من الاول، فقلت من باب الاحتياط نستغل الاوضاع الاحضان ونزرع فيه جهاز تعقب. المشكلة بقى يا عم مايك حلو، احنا نسافر ازاي عشان نوصل له؟ فبيقول لها بكل فخر ولا تشغلي بالك، انا ليا واحد صاحب حبيبي هينجز لنا القصة دي. وبمساعدة صاحب حبيبه ده بيركبوا للطيارة في وسط صناديق الشحن. وبعد ما بيوصلوا لهناك بيشوفوا كوين معاه على اليخت، وبتعرف روكسن هنا انهم كانوا على علاقة اصلا مع بعض من الاول. وبعدها نيك قابل الجماعة اللي هيشتروا المعلومات وكان بيتفق معاهم على الصفقة، لكن روكسن بتظهر سيربرايز مزر فزر وبتبوظ عليهم الصفقة. فبيبدأ يقلق الشخص اللي هيشتري المعلومات وبينسحب في هدوء. ثواني وبيدخل مايك بمستلكل وبيسرق الشنطة وبيطلع يجري، وبتتحرك ورا جماعة الراجل اللي كان هيشتري المعلومات وخلع. فبتقرر كوين انها تتخلى عن نيك لانه ما بقاش ليه لازمة في نظرها، وبتمشي من غير ولا نقطة دم. بعدها بيعرف نيك ان هو يقلب الترابيزة على روكسن وبيهرب هو كمان. وعند الولع عمونا مايك كانت الدنيا معقربة وخلاص هيقتلوه وياخدوا الشنطة قبل ما بتيجي روكسن الله يسترها وتلحقه. المهم انهم قرروا يهربوا سوا والشنطة معاهم، لكن كان لعمونا نيك رأي آخر وبيظهر على ساية منهم وبياخد روكسن كرهينة. فمايك من الخوف عليها نزل سلاحه وكان لسه هيسلموا الشنطة قبل ما تظهر عربية سودة ويعرفوا يهربوا بسببها. بس المرة دي بيتفرقوا بسبب اللي حصل، وبيقدر نيك انه ياخد الشنطة وبتبدأ ما بينهم صولات وجولات من المطاردة بالسيارات لحد ما مش بيفضل غير هما التلاتة، وبيقضوها مطاردات مطاردات مطاردات، استنى في واحدة كمان مطاردات. وفي الآخر بيقدر نيك إنه يطير عربية مايك من على التل. فبتنزل روكسن علشان تطمن عليه وهي خايفة لا يكون مات، لكنه بيطلع لسه حي وعمر الشاجي باجي. وبيرجعوا يكملوها تاني مطاردات لحد ما بيوصلوا لنيك على المينا قبل ما كان يهرب باليخت. فبتنزل تهدده روكسن وبتطلب منه يسلم نفسه ويسلمهم الشنطة. فبيقول لهم نيك صدقيني يا روكسن يا اختي انا مش هينفع اتحبس، انا كم الخيانات اللي خنتها للجماعه اصحابنا دول هيطلعوا عليا جوه وهيعملوا شويه حاجات مش ظريفه كده، فانا مش هينفع اتحبس. فبتضطر هنا تقتله روكسن قبل ما يقتلها هو. واخيرا بترجع الشنطه تاني ليهم وبتخلص المهمه. وبعدها بفتره بيتقابلوا تاني في فرح واحد صاحبهم، وهم مقررين انهم يعيشوا مع بعض رغم الاختلافات الكتير اللي ما بينهم. وكمان بيجي العم توم ويقول لهم عندي مهمه جديده، انما ايه حلاوه، يلا جهزوا نفسكم عشان طياره مراكش بكره الصبح. فبيقول له مايك ابلع عليك يا عم الحاج، في ايه الدنيا مش كده، دينا فتره ناخد نفسنا كده يلا يا عم يلا. وبس كده يا سيدي خلصوا الكلام المعفن ده لو فانت ايه بقى تنزل تراك بقى علينا حالا بقى كده وتدحرج المس على اخوك. يلا يا عم سلام.